أهلا بيكم. النهاردة هنتكلم في موضوع مهم عن اجتماع دولي حصل قريب في الرباط. المصادر اللي معانا مقتطفات من تقرير عن الاجتماع ده، واللي كان بيركز على محاولة إحياء حل الدولتين. مهمتنا يعني إننا نفهم أهم النقط اللي طلعت من الاجتماع ده وإيه دلالاته للقضية الفلسطينية دلوقتي. الاجتماع ده هو الخامس للتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، حصل يوم 20 مايو 2025، وكان برئاسة مشتركة بين المغرب وهولندا، وشارك فيه أكتر من 50 دولة ومنظمة، عدد كبير يعني. خلينا كده نفصص الموضوع ونشوف أهم ما فيه. تمام. هو أكتر حاجة بصراحة تلفت نظر في الموضوع ده هو التوقيت. يعني الاجتماع ده بيحصل والوضع في المنطقة صعب جدا، والحرب على غزة لسه مستمرة. وده كان واضح قوي في كلام المشاركين، كلهم طالبوا بوقف فوري ودائم لإطلاق النار. وكمان شددوا على أن المساعدات الإنسانية لازم تدخل بشكل كامل وآمن. الهدف طبعا يعني أكبر من مجرد وقف الحرب، هو محاولة استعادة الاستقرار ودفع حل الدولتين تاني للواجهة. نقطة التوقيت دي مهمة قوي فعلا. طيب، هل المصادر بتقول ليه اختاروا الوقت ده بالذات؟ يعني هل في إحساس إن المرة دي لازم التحرك يبقى مختلف بسبب اللي بيحصل؟ هي المصادر مش بتقول ده صراحة، بس السياق العام بيقول كده. إصرارهم على وقف إطلاق النار الفوري والدائم وربط ده بالعودة للمسار السياسي بتاع حل الدولتين، ده بيوحي إن في رغبة دولية يعني متزايدة إن الوضع ده ما ينفعش يستمر، وإن مفيش بديل غير الحل السياسي ده. واستضافة المغرب للاجتماع بصفته رئيس مشارك مع هولندا أكيد ادت دفعة للموضوع. وهنا ندخل بقى على دور المغرب. التقرير بيبرز كلام وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، م. اللي قال إن حل الدولتين هو الخيار الوحيد. جملة قوية. والأهم من كده إنه ربطها بضرورة وضع خريطة طريق زمنية بخطوات واضحة، يعني مش مجرد كلام دبلوماسي وخلاص، لا، في مطالبة بخطة عملية. بالظبط. التأكيد على خريطة طريق زمنية دي محاولة للخروج من دايرة الكلام النظري لإطار عملي أكتر. والنقطة دي مرتبطة بشكل مباشر بالهدف الأساسي للتحالف الدولي ده نفسه، اللي هو التحالف اللي أطلقته السعودية في سبتمبر 2024. صحيح. التحالف اللي السعودية بدأته، إيه العلاقة اللي المصادر بتوضحها بين مبادرة السعودية واجتماع الرباط؟ المصادر بتقول إن التحالف السعودي ده اتعمل عشان يدعم جهود الأمم المتحدة ومساعي السلام، بس بخطوات عملية بقى، خطوات ملموسة، مش مجرد تكرار للمواقف القديمة. والسعودية في اجتماع الرباط دعت لتفعيل الخطوات العملية دي. الفكرة كلها هي بناء زخم دولي، يعني يترجم لمقترحات نقدر ننفذها. بس يعني فكرة خريطة الطريق دي بنسمعها كتير، وفي سياقات تانية فشلت. هل المصادر اللي معانا بتدي أي مؤشرات إيه اللي ممكن يخلي الخريطة دي تنجح المرة دي؟ يعني هل في أي تفاصيل عن آليات التنفيذ مثلا؟ إزاي هيطبقوها؟ ده سؤال مهم جدا. وبصراحة المصادر اللي بنبص عليها دي بتركز أكتر على فكرة الإجماع، على إن لازم يكون في خريطة طريق، وعلى المطالب العاجلة بتاعت وقف الحرب ودخول المساعدات. لكن التفاصيل الدقيقة بقى، شكل الخريطة إيه؟ آليات التنفيذ، ضمانات النجاح، آه النقط دي لسه مش واضحة قوي في التقارير الأولية. ويمكن هو ده التحدي الأكبر قدام التحالف ده دلوقتي. يعني الخطوة الحالية هي بناء التوافق وتحديد المطالب الملحة، والتفاصيل العملية لسه جاية. طيب، إيه الخطوة الجاية اللي نعرف منها أكتر عن التفاصيل دي؟ الخطوة الجاية حسب المصادر هتبقى إنهم يعرضوا نتائج اجتماع الرباط ده في مؤتمر كبير في الأمم المتحدة بنيويورك. المؤتمر ده ميعاده بين 17 و20 يونيو 2025، وهيكون برئاسة مشتركة بين السعودية وفرنسا. فدي ممكن تكون المحطة اللي تبدأ تظهر فيها ملامح أوضح لأي خطة عمل مقترحة. وحتى الرئاسة السعودية الفرنسية دي ممكن تكون مؤشر لمحاولة حشد دعم أوروبي وعربي أوسع للخطة دي. تمام. يبقى لو حبينا نلخص أهم حاجة فهمناها من المصادر دي لحد دلوقتي، في تحرك دبلوماسي دولي واضح زي اجتماع الرباط بيحاول يرجع حل الدولتين للصورة. التحرك ده بيركز على مطالب عاجلة زي وقف الحرب ودخول المساعدات لغزة، وفي سعي واضح إنهم يعملوا خطة تنفيذية بجدول زمني حتى لو لسه مش عارفين تفاصيلها. والمغرب لعب دور مهم في استضافة الاجتماع وتأكيد دعمه للحل ده باعتباره الخيار الوحيد. ده بيسيبنا قدام سؤال كبير ومهم نفكر فيه، وهو السؤال اللي المصادر بتلمح له. يعني
في ظل التعقيدات اللي على الأرض دي كلها والتاريخ الطويل للمبادرات اللي ما نجحتش، إيه هي بقى الضمانات الحقيقية أو الآليات الجديدة اللي ممكن تخلي أي خريطة طريق زمنية جاية تقدر فعلا تحقق نتائج ملموسة المرة دي؟ الانتقال من الكلام للتنفيذ الفعلي هو ده الاختبار الحقيقي لأي جهد دولي دلوقتي أو في المستقبل.